الحكومة تصادق على إحداث حساب جمع التبرعات لضحايا زلزال الحوز وهذه أهدافه. السلام عليكم. قبل الخوض في تفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. صادقت الحكومة المغربية اليوم الأحد في اجتماع لها على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد الأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية. ويهدف مشروع هذا المرسوم حسب تصريح المسؤول الحكومي إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية. وسيخصص هذا الحساب بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة. كما سيتحمل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصاً اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، وأيضاً النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية. وكذلك سيخصص هذا الصندوق لتوفير النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية.